ايه هو الانحراف المعياري؟ هو مقياس بيقول لك القيم متجمعة حوالين المتوسط او متفرقة. مثال بسيط: مجموعة A فيها 4 سامبلز، نقول اول سامبل 50، التانية 50، التالتة 50، الرابعة 50. مجموعة تانية B 30 50 70. المجموعة الأولى وهي مجموعة A القيم أو مدى تباعد القيم عن بعضها يكاد لا يساوي شيء أو بيساوي صفر، يبقى التقارب صغير جدا، ده معناه إن الانحراف المعياري صغير جدا. أما مجموعة تانية اللي هي البي فهي بالظبط نفس المتوسط الحسابي بتاع مجموعة A، بس مدى التباعد ما بين القيم وبعضها كبير جدا. يبقى هنا نقدر نستنتج ان الانحراف المعياري او الستاندرد ديفيشن عالي جدا. ببساطة كل ما القيم تكون متقاربة الانحراف المعياري بيبقى قليل، لكن كل ما القيم تكون متباعدة عن بعض او اكبر من بعضها يبقى معناه ان الانحراف المعياري عالي جدا. تعال نبص نشوف الكود بيتبرمج ازاي على الانحراف المعياري، سواء كان قليل او انحراف معياري عالي، ونشوف الفيجوالز مع بعض ممكن تشتغل ازاي او شكلها بيبقى عامل ازاي. ده كده الكود بتاع اللو ستاندرد ديفيشن او الانحراف المعياري القليل. زي ما انت شايف في الصورة الاولى القيم متساوية ومتقاربة جدا، شريط واحد ثابت، كده معناه ان الستاندرد ديفيشن قليل جدا، وهو نفس المين او هو نفس المتوسط الحسابي للستاندرد ديفيشن العالي. زي ما احنا شايفين قيم متفرقة، توزيع متفاوت، يبقى الستاندرد ديفيشن بتاعنا عالي. يبقى ببساطة شديدة كل لما القيم تكون متقاربة زي ما شفنا في الفيجوال الاولاني ده معناه ان الستاندرد ديفيشن قليل جدا، ولكن كل لما القيم تكون متباعدة عن بعضها زي ما شفنا في الفيجوال الثاني يبقى معناه ان الستاندرد ديفيشن بتاعنا عالي مع انهم نفس المين. اتمنى تكون فهمت يعني ايه ستاندرد ديفيشن. اشوفكم الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.